معكم أميرة أبو زيد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ مع بعض الوصفة النهاردة. وصفة النهاردة حلوة جدا. معايا هنا مية مغلية، ومعانا هنا الكوارع مغسولة كويس جدا، وبحطها كده في مية مغلية وهسيبها لمدة 10 دقايق تغلي كده مع نفسها، وبعدين باخدها وبشطفها تحت مية جارية. تمام كده. تمام كده، سبتها شوية تغلي على النار زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى اخدها كده وبصفيها وبغسلها كويس جدا. بجيب هنا حلة على النار تاني بعد ما غسلت الكوارع. بجيب هنا بقى الأعشاب بتاعتنا والطماطم والبصل والجزر وشوية من الفلفل الأسود وورق لورا وكمان حبهان وعود قرفة، وشوحت كل الكلام ده مع الكوارع، وبعدين حطيت عليها مية بالطريقة دي كده وبقلبها وبسيبها لحد ما تستوي كويس معايا. فطبعا الكوارع في ناس بتحبها مستوية قوي اللي هي بتبقى عاملة زي الزبدة، وفي ناس بتحبها تكون يعني متماسكة شوية. بعد ما بتغلي كده وبكون حاطه لها مية كويسة بغطي عليها وبهدي النار وبسيبها لحد ما تستوي، وبعد كده بحط لها الملح بتاعي. بنحط الملح حسب ما احنا حابين. تمام كده. هطلعها بقى وهسيبها لما تبرد معايا، وبعدين هقطعها. لو انت حباها مخلية، لو انت مش حباها مخلية بتقدري ان انت تقدميها بالقطع كده زي ما هي. بجيب هنا كزرولة او حلة او اي حاجة بستخدم فيها مادة دهنية، وبحط الكوارع بتاعتي المخلية بشوحها كده زي ما انتم شايفين. بقلب الكوارع كده وبحمرها شوية، وبعدين بنزل عليها بثوم مفروم. هنزل هنا بالتوابل بتاعتي، هحط هنا شوية من الفلفل الاسود وشوية من الكزبرة. تمام كده. بدأت ان انا اشم ريحة التوم والتوابل اللي انا حطيتها. هبدأ هنا احط شوية من الخل، حوالي معلقة او معلقتين حسب الكمية اللي احنا مستخدمينها. خلي الكوارع كده تاخد طعم الخل والثوم. بعد كده بحط هنا اظبط الملح بتاعي. بكون مجهزة الصلصة بتاعتي هنا، دي صلصة بيتي. هحطها كده على الكوارع واقلب كويس واسيبهم شوية على النار علشان برضو ياخدوا من نكهة بعض. هقطع هنا فلفل حار، ممكن تحطي فلفل بارد حسب ما انت حابة. هقلبها كده. بكون مجهزة بقى معايا الطاجن ده فيه ورق عنب. اشوحهم كده شوية مع بعض وبعدين باخدهم على طول في الطاجن بتاعي زي ما انتم شايفين كده. طبعا ورق العنب بيكون مستوي وباخدهم كده زي ما انتم شايفين. ممكن احط لهم شوية شوربة صغيرين وبدخلهم الفرن علشان الطعم كله ياخد من بعضه. وده شكل الطاجن ورق العنب بالكوارع زي ما انتم شايفين كده. اكلة جميلة جدا وناس كتيرة بتحبها. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش تحطوا لي لايك وكومنت حلو كده منكم وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. كانت معاكم أميرة أبو زيد. اشوفكم في وصفة جديدة وفكرة جديدة، وباي باي.